الصلاة على النبي، على الذكر أحمد، الذكر أحمد، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان. معاكم أخوكم سيد صياد الصعيد. القناة الجديدة بقى ونروج عليكم. النهارده إن شاء الله نازلين نشتغل بغلة. الطعم المفضل النهارده المستخدم قمح مبلول لمدة 3 أيام. العدة المستخدمة مكنة 3000 عود الأريال 2 متر 70، خيط 35 على المكنة، برمل ب 25، وسلكة الدش وقشرة الرصاص الصغيرة دي. طعم غلة. والسن اللي معانا سن رقم 5 أكوا مارين. النهارده المية جينا لقيناها ثابتة شوية ورافعة شوية. رمينا 5 6 غلات في المية في الترعة اللي احنا عرفناها قبل كده، ونتوكل على الله هنشتغل وربنا يرزقنا إن شاء الله. طبعا قبل ما أبدأ، اللي على وش المية ده يا جماعة من دارس القمح، ده التبن اللي بتلاقوه بيطير من الدراسة في القمح، فبيطلع بينزل في الترع والحتت دي. يعني القمح زي كده اهو لسه ما اتدرس. لما يتدرس التبن بتاعه هيجي هنا في الميه وهيقوم على وش الميه كده، فبياخد له يعني حكايه اسبوع ولا حاجه وبيروح. ممكن الميه تروق دلوقتي، ممكن التبن ده يمشي كده مع الميه زي ما حضراتكم شايفين، ممكن يفضل مكانه كده لمده 5 ايام ولا حاجه وبينزل في القاع لحد ما ربنا يسهل. فان شاء الله هنحاول نظبط لكم الغماز ونجيبه لكم مباشر. استنوا. يلا. الصلاة على النبي، على الذكر أحمد، الذكر أحمد، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ذكر أحمد يا جماعة. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. استنى إيه؟ استنى إيه؟ استنى عشان الدبية مشفف ده. الصلاة على النبي. تعالى الصلاة على النبي. بص يا جماعة، الصلاة على حضرة النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي عليك أحمر فراولة، فراولة يا جدعان. الصلاة على النبي أهو. بص الأحجام يا جدعان. الصلاة على النبي على الأحجام البلطي، الصلاة على النبي على الأحجام البلطي. حاجات كده مرضية أهو. الصلاة على النبي على الأحجام البلطي. الصلاة على النبي. أه يا جماعة، بص حجمه قد إيه أهو. الصلاة على النبي على طول. أيوه. يا دوب حطيتها، يا دوب، يا دوب حطيتها. هاي حتة للليم. الصلاة على النبي. هاي صلاة النبي. وهاي يا جماعة الصلاة على النبي. حجار المعدل كبير. الصلاة على جمال النبي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. عليك حتة حجار يا عم اللي زي الضرفة. والله عامل زي فرد، عامل فرد الشبشب يا جماعة. الصلاة على النبي، صلاة النبي، صلاة النبي أحسن. بص يا جماعة، ضربت الحتة دي حتة كبيرة أهي، تمام، وشبكت في الشجرة فوق. بص شبكة ازاي في الشجرة. فأنا الشجرة دي حاجة طلعت الحمد لله. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. طلعت الحمد لله، سلكت من الشجرة حتة. بص يا جماعة عاملة العود ازاي. بص حتة عاملة العود ازاي يا جماعة، ما شاء الله عليها يعني. تعالى حتة حجرة ورا لكم على كف برضه. بص على كف عاملة ازاي يا جماعة، شايفين عاملة ازاي. ده الحجار اللي بيطلع معانا هنا ده، ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. لسه برضه يا جماعة الصيد بالغلة لسه شوية كمان. يعني احنا كده دي بشاير، اللي بناخدها دي بشاير. فعلى نص 5 زي ما قلت كده، وقلت في الفيديوهات قبل كده، على نص 5 سمكة الغلة هتخش بشراسة، هتكون طلعت من البخة
وتكون سابت السمكه اللي حضناها، موسم التكاثر بتاعها يكون خلص، وتخش الدكوره تاكل، تخش بقى الدنيا ايه تتعدل شويه. لكن دلوقتي يعتبر احنا بنتسلى او بنشوف بنجس النبض بتاع الميه، لما نشوف الدنيا فيها ايه بنطلع كده نتسلى نعمل فيديو بتاع كده يعني. اياد حكم عليا النهارده، اياد حكم ان انا اطلع اصيد انا وهو، قلت له يلا يا اياد، فقلت له يلا نطلع نشوف الدنيا فيها ايه، ونفسي يشوفني انا بصيد وبتاع فايه، قلت له يلا. فان شاء الله ده كان تقرير النهارده عن الميه وبدات الدنيا تنسم يعني شويه تسالي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.